السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 والله. جايبه لكم دلوقتي طريقة عمل الممبار وازاي نعمل الممبار ونبقى يعني مبسوطين من طعمه وراضيين بشكله وطعمه، وازاي يطلع الواحد لوحدته كده من غير اي حاجة. تعالوا معايا كده. انا هنا جبت الرز وغسلته غسلة حلوة زي ما انتم شايفين كده، ومعايا الحباش، وطبعا عارفين كلنا حباش المحشي ازاي. غسلت الحباش كله زي ما انتوا شايفينه كده، ومقطعه زي ما انتوا شايفينه، ولخبطته مع حبة الرز اللي انا غسلاهم، وقلبتهم كلهم. وبعد ما بقلبهم كلهم على بعض كده زي ما انتوا شايفينها، ببدأ هنا بقى انزل بايه؟ بالدمعة اللي انا مسبكاها. وكلنا عارفين طبعا طريقة تسبيك الدمعة، وانا قبل كده عملت معاكم برضو طريقة عمل المحشي. عملت معاكم برضو، اللي عايز يخش يشوف طريقة المحشي يخش معايا على الفيديوهات القديمة بتاعتي. فهنا معايا هنا بقى سبكت الطماطم بتاعتي ونزلت بيها على الحباش. وطبعا حطيت البهارات كاملة في تسبيكة الطماطم: ملح وفلفل وكمون وكزبرة وشطة. حطيتهم كلهم على بعض، وحطيت معاهم مرق الدجاج، وقلبتهم. وكلهم ما اتسبكت زي ما انتوا شايفينها كده مع بعض كده، حطيتها عليهم ولخبطتهم. وابدا اشوف، الخبط الدمعه بتاعتي على الرز زي ما انتوا شايفينها كده بالظبط كده، لحد ما الاقي كله بقى احمر زي ما انتوا هتشوفوه ان شاء الله باذن الله اهوت. هتتبسطوا بصراحه بطريقه الممبار، وهتقوموا كلكم والله تقوموا تعملوه لو ما عجبتكوش. يبقى بحق قوموا كده كده وتشجعي انت وهي كده ويلا. بتجيبي الممبار طبعا وبتغسليه غسله حلوه كده. انا بجيبه نضيف من عند الراجل، بس برضو بغسله غسله جامده بالخل والملح والدقيق، وبنزل الزفره بتاعته كله، ما بخليهاش ليه ريحه خالص نهائيا. وببدا هنا هو زي ما انتم شايفين الرز بتاعي ملخبطاه ده هو. دي خلطه اكنها خلطه محشي بالظبط، اكنها خلطه المحشي. لحد ما احس خلاص بقى الدمعه كلها اتلخبطت خلاص مع الرز والحباش بتاعي. ببدأ هنا اجيب الممبار بتاعي وزي ما انتم شايفين شكله اهوت، متنضف وزي الفل وريحته ما اقولكوش يعني، ولا ليه ريحه اللي انتي مثلا تبقى شاذه ولا اي حاجه، ريحته زي الفل. وببدأ هنا زي ما انتم شايفين الماسكه بتاعته، الدهنه بتبقى من جوه اهي. وببدأ امسكه بفتحه ازاي، وابدأ بقى احشي بقى الرز بتاعي. وما بتبقاش الممبار محشي كتير، لا لازم يبقى فاضي كده، تبططيه كده اهوت، ما يبقاش ايه الرز مليان. اه، بنحشي كده واحده واحده كده مع بعض. بجرب معاكم اول واحده، وهجرب معاكم تاني واحده، وعشان تشوفوا بيتعمل ازاي، وهوريهولكوا برضو. اه، بتسيسي كده وتدخلي يكون تحتك مثلا طبق او صينيه زي ما انت حابه، وتبداي تنزلي كده لحد تحت. اهي، بصوا اصلا الماسكه عامله ازاي، مش اي حد يمسكها يا ولاد. يلا قوموا كده والجدعان. ببدأ احس اللي هي اتملك كده، ببدأ ايه افضيها انزلها لتحت كده. وما تبقاش زي ما انا قلت لكم، لازم تبقى مبططه كده، ما تبقاش الرز بتاعها يعني يبقى كتير، عشان هي ذات نفسها تتلاقيها لما تيجي تحطها في الميه بتاعتها هتتلاقيها ايه، كشت والرز ينفع اللي هو يستوي ياخد راحته في السوي. اهي زي ما انتوا شايفينها اهي. هحشي معاكم واحده كمان عشان تشوفوا شو الماسكه بتاعتها اصلا. بصوا، بجيبها كده واقوم بصبعين الاتنين ماسكاها، واقوم ابدا انزل الرز بتاعي اهي. والله ما بصي هتحبي الطريقه، وطريقه بس سهله وبسيطه جدا،
يعني هتحبي تعمليه على طول، يعني ما هو صعب. يعني انت بتروحي هتجيبي كيلو جاهز كام؟ هتتلاقي غالي. لا، قومي كده هاتي كده كيلو كده من الجزار ويكون نضيف زي الفل كده، وتعالي بقى اعمليه. اه. شوف بتبقى مبططه كده شكلها، ما بخليهاش مليانه قوي. هخلص بقى بقيته وتشوفوه. وده بعد ما خلصته، وشوفوا الواحده عامله ازاي، مش مليانه زي ما انتم شايفينها مبططه كده. في كتير هيقول لي طب هي هتتنفخ ازاي ومش هتتنفخ ازاي. بص، ساعه ما هتيجي تنزل في الميه تتفرجوا على منظرها عامله ازاي. هنا ببدا زي ما انتم شايفينها كده اهي. وببدا بيبقى عندي هنا بقى الميه بتاعتي اهي. عباره عن ايه الميه بتاعتي؟ حبه شطه وبصلايه واحده. حبه شطه وبصلايه واحده اهي. بس ما بحطش اي حاجه، ما بنزلش بالملح الوقتي. انا ما بنزلش الملح الوقت. بنزل بالملح امتى؟ لما تتلاقي المنبرايه بدأت تستوى، بتقوم ظابطه الحدق بتاعك. هنا بتنزلي بالمنبار بقى بتاعك بقى. بصي الماسكه عامله ازاي. في ناس بتربطه، انا ما بربطش. انا ما بربطهوش. انت هتشوفوا اصلا منظره عامل ازاي بعد ما ايه بنزل بيه. بصي بتنزلي كده، تمسكي كده من الطرفين وتقومي نازله بيهم. تمسكي من الطرفين وتقومي نازله بيهم اهي. زي ما انتوا شايفينها مش ملياها. بصوا بقى منظرها بقى اهي. شوف كشة اتعملت ازاي. شفت الطويلة اللي انا بنزل بيها؟ بصي بس كشة اتعملت ازاي اهي. دي شكلها اهي. مسكت نفسها وقفلت نفسها وكله، يعني ولا سربت رز ولا حاجة. هي بتقفل نفسها وكله زي ما انتوا شايفينها. وهنا بقى ما كنت عاملة بقى محشي ورق عنب، وعاملة محشي برنجان وكوسة وفلفل. هنا اهو بقى خلاص بقى استوى، وبتبدأ اطلعه زي ما انتوا شايفينها كده اهو. شوف طالعه الواحدة بوحدتها ازاي اهي. الرز ده اصلا اللي هو كان في المنبار اللي من بره اه. بص المنظر. انا كنت هنا بقى ظبطته حدقه في الميه وكله. وهنا بقى بعد ما قليته بص منظره بقى عامل ازاي. وبالهنا والشفا بقى. وشوفوا اصلا شكله يفتح النفس، اللي انت تقومي تعملي حبه منبار كده وبالهنا والشفا. لو عجبتكم الطريقه بتاعتي ما تنساش في الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليوصلكوا كل جديد مني. وبألف هنا.